بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اتكلم في اي حاجه احب اقول ان الرياضيات هي من امتع العلوم. انت واعي يا ابني للكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه طبعا، امال بقى لو قلت لك ان الرياضيات هي اصلا ام العلوم؟ يا جدع هتنقطني معلش. بص، الرياضيات مصطلح مفيش لحد دلوقتي تعريف ثابت ليه، لدرجه ان في مقوله ما اتنسبتش لعالم محدد، بقى مش عارف اقولها لك ولا لا. قول. العالم ده قال انه مش مهتم يعرف الرياضيات اصلا، وان الرياضيات هي ما يفعله علماء الرياضيات. ايه ده؟ ايا كان كلنا متفقين ان الرياضيات علم، الا ان بعض العلماء شافوا ان الموضوع اكبر من كده حبتين، وهقول لك ليه برضه. قول يا ستموني قول. جزء شاف في الرياضيات تناغم وتباين وتناسق، فقال ان الرياضيات دي مش مجرد علم وان ده فن. يا عيني. وجزء تاني شاف انها وسيله تواصل معتمده على المنطق، فاقتنع ان دي فلسفه. يا سلام. الرياضيات الهندسة بعيدا عن ان نسبة كبيرة من الناس ما بتحبهاش لا من قريب ولا من بعيد، وانا كنت منهم، الا انه لو جيت تتأمل فيها كده هتلاقي ان امتلاك المعرفة في الرياضيات قوة ما انتش متخيلها، فيها سر الماضي والحاضر والمستقبل. غير كده هي واقع ما نقدرش نستغنى عنها، زي الاكل والشرب والهواء اللي بنتنفسه بالظبط. تاني افوره تاني. طب تعالى اقول لك سريعا ليه. معرفة الإنسان للرياضيات لما بدأت كانت مقتصرة على العد والقياس والحساب. أبسط مثال الزراعة في الحضارات القديمة، احتاجوا الأعداد ليه؟ احتاجوها سواء لتقدير كمية المحصول، بيع وشراء، حساب وقت، سواء أيام، فصول، سنين، وأكيد مش محتاج أقول لك أهمية كل ده ليه. وقيس على ده غيرها من التطبيقات، واللي منها تطبيقات اتعرفت بسبب الرياضة زي علم الفلك والعمارة، وأكيد طبعا التجارة. ففي البداية الإنسان عرف الأعداد الطبيعية، الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، وما بينهم بقى من نسب وكسور، نص، ربع، تمن، تلت، وهكذا. بعد كده عرفوا الصفر، ومن عمليات الحساب الجمع والطرح، واللي اتطور منها الضرب والقسمة، توصلوا للأعداد الصحيحة واللي شملت الأعداد بالسالب. ضيف على ده الأسس والجذور وحساب المثلثات لحد ما وصلوا للأعداد الحقيقية، واللي شملت الباي والرقم الطبيعي، لحد ما لقوا كمان إن في أعداد تخيلية، وده دخلنا في عالم الأعداد المركبة. وعرفوا بعد كده الأعداد الأصلية الغير منتهية، وهكذا بقى كملنا في التفاضل والتكامل والمصفوفات والإحصاء. وشقلبونا يا حاج ودورونا ودوخونا يا لمونا دوخونا. دراسة النوع ده من الرياضيات هو اسمه الرياضيات البحتة، واللي هي دراسة الرياضيات بصفة مجردة من غير بقى ما نتطرق لأي فوائد أو تطبيق. بمعنى إنه بدرس أسس ونظريات الجبر وحساب المثلثات والهندسة التحليلية والتفاضل والتكامل ونظرية المصفوفات ونظرية الأعداد وحل عليها مسائل بكل الحالات وكل الطرق اللي ممكن تتخيلها. وبالتالي في فروع منها اتقفلت، يعني ما عادش فيها أي مجال للبحث أو الابتكار، وده لأن كل الأساسيات والنظريات والمسائل اللي ممكن تتصورها ليها حل بالفعل، وده زي الجبر الخطي او جبر كسريات الحدود. على عكس بقى مجال علم الاعداد اللي على رغم بساطته الظاهريه الا ان فيه مسائل كتير غير محلوله. طبعا عشان الموضوع ما يقلبش معانا بملل فمش هنتعمق في الفنيات ديت، وهي اصلا مش موضوعنا في الاساس، ولكن انا بس بحاول اوضح لك الفكره ماشيه ازاي. المهم تطور الموضوع بعد كده لاستخدام المفاهيم دي لدراسة وتحليل واستنتاج لأنماط وظواهر بتحصل في الطبيعة. ده عرفنا أكتر لمفهوم الأعداد والمجموعات والكميات والثوابت والمتغيرات والتحويلات والأشكال، ويعني إيه بنية، وحتى يعني إيه فراغ، واللي توصلنا بيها للرياضيات التطبيقية. هي حل المسائل الرياضية برضو، بس لمسائل واقعية، بمعنى إنه من مبدأ التطبيق طلعنا بفرضيات جديدة. بيجي العالم من دول يستوقف سلوك ما بيحصل، وبدراسته وتحليله ليه باستخدام الرياضيات بيكتشف فرضيات للسلوك ده، فبيحاول بقى يطلع على المجتمع العلمي عشان تتنشر ونستخدمها، ولكن لازم يكون في حجة تثبت الكلام اللي بيقوله ده ودليل انه وصل لفرضيته دي ازاي. فمن خلال اثباتاته باستخدام المنطق بيصيغ العالم علاقات ثابتة تفسر حركة حاجات كتير بتحصل حوالينا. ده بقى ادى لظهور علوم تانية زي الفيزياء، واللي اشتق منها الميكانيكا، والميكانيكا اشتق منها بعد كده السترينث اوف ميكانكس او السترينث اوف ماتيريال، واللي طلعنا منها بالماشين إليمنتس ديزاين. خلي بالك انا بتكلم سريعا كده على انه وصلنا لمفهوم التصميم الهندسي ازاي، انا لسه ما ذكرتش بقى الفروع بتاعتنا اصلا، فما بالك بقى بباقي المجالات. فاللي عاوز اقوله لك من الكلام اللي فات ده باختصار ان الفرضيات دي كلها بلا استثناء لازم بيحصل وراها وبالتبعيه اكتشاف او اختراع، وده معنى الحصول على فكره مستمده من الظواهر الطبيعيه، وده اللي اتكلمنا عنه في فيديو التصميم الحيوي. عليا النعمه ادائك فيه كان زي العسل، ده انا كنت هعيط يا راجل. يلا اعمل له بلوك على الفيسبوك.
فمن غير الرياضيات ما كناش نقدر نوصف او نصيغ سلوك او ظواهر طبيعيه زي حركه الهواء او الغازات والميه او المواقع بقى بشكل عام، كذلك انتقال الحراره، الكهرباء، تاثير المجال المغناطيسي. وخد المفاجاه وهي اننا برضو نقدر بالرياضيات نتنبأ او نتوقع السلوك المحتمل حدوثه لايا كانت الظاهره، بل بعض منها نقدر نتحكم فيها ايا كان بقى المجال، سواء في الطب او الاقتصاد او العلوم الطبيعيه بمشتملاتها، وكذلك الاجتماعيه او الهندسيه باقسامها وفروعها. وخلينا بقى نتكلم من هنا بالتحديد عن الهندسه. الهدف الاساسي من الدراسات الهندسيه هندسه هو القدره على تحويل اي نظام واقعي لمجموعه من المعادلات والصيغ الرياضيه واللي بتحاكي النظام اللي عاوزين ندرسه ده وتعبر عنه، لان اي منظومه فعليه هي بتتسم بالتعقيد، وده لان فيها متغيرات كتير اختلاف قيمه كل واحد فيهم بس لوحده كفيله انها تشقلب لك السيستم كله. ربنا قال ان كل شيء خلقناه بقدر، وده معناه ان كل ماده او مجرد عنصر في الكون من اول الالوان لحد المسافات ما بين الارض والشمس والقمر بيكون لها قيم معينه. اختلاف القيم دي بتغير في خصائصها، فلما نيجي بقى نحولها لصوره نموذج رياضي فساعتها هنا نقدر نبسط دراسه النظام ده ونحلله ونفهم تاثير العوامل المختلفه عليه وازاي نتعامل معاه. فالموضوع عامل زي ترجمه عمليه لعلاقه رياضيه مكونه من ثوابت ومتغيرات من خلالها اقدر اتحكم في العمليه دي. ممكن تكون خلط مثلا او سريان، سواء اير او فلويد فلو، سحب، ضغط، نقل طاقه، ايا كان، واقدر احول العلاقه دي لرسم بياني او احاكي الحركه دي من قبل ما يكون لها وجود على ارض الواقع من الاساس. وده توصلنا ليه لما لقينا ان استخدام النظريات والاساليب دي من خلال الحل بالايد ما كانتش مجديه على الاطلاق. الاحتمال كبير انه يحصل خطا، وخصوصا مع المساحات والاشكال المعقده، ده غير انها بتاخد وقت كبير جدا في الحل، وده بالتاكيد تكلفه لعمليه التصميم وعلى المشروع ككل. فالموضوع بصراحه ما كانش فعال خالص، لذلك كان ولا بد اللجوء للكمبيوتنج ماثماتكس واللي هو علم الحاسب الآلي. طب ده يحصل ازاي؟ ميزة الرياضيات الهندسة إنها عامل مشترك ما بين أي تخصص، وبالتالي تقدر تربط أي تخصص مع علم الحاسوب، وده بمساعدة فرع اسمه الكمبيوتيشنال ساينس. بشكل أوضح، التحريات بتاعتنا أثبتت إن في بتاعة كده اخترعت من كذا سنة. البتاع ديت من خلال خوارزميات وطرق رياضية تقريبية قدرنا نعمل سوفت ويرز نستخدمها لحل المعادلات التفاضلية مثلا حسب كل حالة، وده لوحده علم كبير ومعقد بتتحول فيه الرياضة البحتة لرياضة تطبيقية، زي نظرية الأعداد استخدمناها في التشفير، وحتى مجال الاتصالات والبرمجة هو قائم في الأساس على الرياضيات. فانت عندك الديفرنشال ايكويشنز فيرست وهاير اوردر لها دور كبير في دراسه الفايبريشنز، بالاضافه طبعا للسمبل هارمونيك موشن واللي داخل معاها لابلاس ترانسفورم، كذلك عندك الهيدروستاتيك ايكويشن، الفورير سيريز ساهمت في دراسه الانماط وهكذا. وبالتالي بالنسبه للتصميم اتطور الموضوع الى ان بدل ما اقعد اكرر في العمليات الحسابيه والتعويض في معادلات، طب ما انا برمجها واديها انا المعطيات وهي تكمل العمليه الحسابيه دي وتديني الحل على طول. وده بالفعل اللي اتطبق في التصميم، والنوع ده بسميه انا بالكات كود، زي برنامج الماتلاب او السيميولينك والسايلاب، ودي بتشتغل عليها من خلال كود بتبدا تعرف المتغيرات وتكتب العلاقات بتاعتك، وفي كل مره تدخل قيم مختلفه يطلع لك الناتج مباشره. لو ناخد مثال في التصميم، وليكن عاوز تعمل مثلا صفايه، فهتعرف القطر بتاع البلانك وقطر الثقوب اللي عايز تعملها، وبالعلاقه اللي تعبر عن التوزيع اللي انت عايزها هتعرف اكبر عدد ثقوب ممكن تعملها قد ايه، مع الحفاظ طبعا على المسافات البينيه واللي انت بتحددها برضو حسب البريشر. مثال في التصنيع، عاوز مثلا تشكل قب بالديب دروينج، فممكن تكتب كود تحدد فيه قطر وسمك البلانك شيت وطول القب اللي انت عايزه، وبالتالي تقدر تعرف هنا الفورس اللي المفروض البنش يشكل بيها القب من غير ما يحصل تيرنج له، وغيرها طبعا من التطبيقات. كذلك عندك انشطه تانية زي القياس والرسم واختيار مواد وعمل محاكاه، وده هتلاقيه في برامج الكاد، كمبيوتر ايديت ديزاين. الكاد سوفت ويرز هي كومبايند من كذا حاجه. كرسم في البدايه هو تحويل مجموعه من خطوط ومنحنيات لمساحه، وبعد كده بتحولها لحجم بايا كان الفيتشر اللي هتستخدمه. كل ده هو كود له انبوت وسورس وبروسيس وريزلت او اوتبوت في النهايه. ضيف على ده الستاندر إليمنتس والماتيريالز وعلاقات بتوصف حركة أي ميكانيزم وسرعته، وتغير درجة الحرارة لأي وسط، كذلك حركة سريان المواقع، تأثير ضغط أو إجهاد، وكل العلاقات اللي ممكن تتخيلها في الفيزيكس والكيمستري والماشين ثيوري والماشين إليمنتس ديزاين والثيرموداينامكس والفلويد والإلكتريستي، دي كلها تم تحويلها من علاقات وقوانين وجداول وتشارتات لكود. البرامج دي مرت بتطوير كبير جدا وما زالت قيد التطوير، وبدون بقى الدخول في تفاصيل فيها، تطورها ده معتمد على تطور لغات البرمجة واللي هي معتمدة كليا على الرياضيات. طب انا لا مؤاخذة يهمني ايه في التطور ده؟
تأثير وجود الكاد سوفت ويرز يا هندسة الغرض منها بشكل مباشر هو زيادة الإنتاجية، لأن البرودكتيفيتي بتشمل تقليل وقت ومال وجهد وتحسين الجودة، تقليل حدوث أخطاء، تسهيل لعملية التصميم نفسها من إنشاء تصميم من الصفر، وده من خلال انترفيس واحدة فيها كل التولز اللي ممكن تحتاجها، بدون بقى ما تضطر تفتح مرجع تشوف فيه قانون أو علاقة أو جدول أو تشارت، سواء هتصمم بيه كاستمايز بارت أو لو كان ستاندر، واللي مش هتحتاج هنا بقى إنك توجع دماغك بتصميمه. إنما البرامج دي بيكون متاح فيها كل الإليمنتس الجاهزة لأيا كان الستاندر اللي هتصمم عليه، وبيتيح لك برضو قابلية التعديل بكل سهولة وترندر وتشوف الشكل النهائي للمنتج بتاعك هيكون عامل ازاي، تقدر تحسب وزنه وحجمه باختلاف طبعا الماتيريالز في المنتج الواحد وايا كان الجيومتري والفورم بتاعه. تقدر كمان تعمل بيلز اوف ماتيريالز وتحسب السنتر اوف جرافيتي بخطوة واحدة، تقدر تتست بيرفورمانس الديزاين سواء موشن سيميوليشن تتأكد بيه من مرونة حركة الاسمبلي بتاعك او تسيميوليت الاستريسز اللي هيتعرض له المنتج، وده اللي بنسميه بالكمبيوتر ايدد انجينيرنج، واللي مضمونه باختصار عمل تحليل واختبارات هندسية بمساعدة الحاسوب. برضه الغرض من برمجة المرحلة دي ببساطة هي محاكاة للاختبارات اللي كنا بنضطر فيها نعمل بروتوتايب في الواقع ونوصله لنقطة الفيلير اللي هو الديستركتيف تيست. طبعا ما بقولش انها بديل بنسبة 100%، لان في حاجات على حسب ايه هو المنتج اللي انت بتعمله ما اقدرش اعرفها، او خلينا نقول مش هتأكد منها غير لما اجربها فعليا على فيزيكال بروتوتايب، وخصوصا لو بتمس حياة انسان. ومش بالضرورة على فكرة برضه تكون خطر، ممكن تأكيد مثلا ان المنتج ده مناسب للفئة المستهدفة ارجونوميكال، سواء طفل شاب راجل ست مسن عامل ايا كان. انما في بعض المنتجات ما بتمثلش خطوره قوي ومش خاضعه لمبدا الارجونومكس، فبكون مجرد عاوز اعرف تقريبيا تستحمل معايا قد ايه، وبدون بقى ما اكلف نفسي واعمل عينات واكسرها. في حين بقى ان البرامج دي بتظهر لك وتبين لك على الكاد موديل تأثير اي قوة او حركة بشكل عمرنا ما كنا نوصل له الا بالرياضيات، وغير ده فهي ساهمت في تطور عملية التصميم في حتة اننا ما عدناش محتاجين نتخيل الاستريس فلو ماشي ازاي وهل يا ترى الجيومتري ده مناسب ولا لا، ولكن وصلنا انك كل ما تغير قيمة بارامتر او بعد النتيجة بتظهر لك على طول، ما بتشوفش انت بقى لا معادلات الفاينانت ايلمنت اناليسيز ولا مصفوفات، فالموضوع بقى اسهل وبسيط جدا. وده الحقيقة خلانا نوصل لتصميم فعال اكتر تكون فيه الماتيريال متوزعة بشكل يقاوم الاستريسز اللي واقع عليها حسب طبعا الوظيفه المطلوبه منها، وبدون بقى ما يكون في جزء مور سيف في ماتيريال زياده عن جزء تاني في ويكنس بوينت. دي كده نقطه. النقطة التانية هي ان برمجة المعادلات اللي بتوصف ربط وعلاقات ما بين الكومبوننتس في الاسمبلي خلتنا نوصل للديجيتال بروتوتايبنج، سواء انه يكون متاح ليك انك تتعامل مع البرودكت اكنه معمول بجد، ولكن طبعا زي ما قلنا انه مش اكيد بنسبة 100%، ولكن ميزة الديجيتال بروتوتايبنج انه لو معايا برودكت فعلي فانا ممكن اسكانه واحوله لكاد واعدل عليه، وهو ده الريفرس انجينيرنج. طب تمام، صممنا واختبرنا، نيجي بقى للتصنيع، بداية بالكام سوفت ويرز واللي اتاحت لنا ادارة ومحاكاة عمليات التصنيع باستخدام الحاسوب. الكمبيوتر ايدد مانيفاكتشرنج هي برامج بتخليك تقدر تحاكي عمليه التصنيع، او خلينا نقول ان بنسبه كبيره منها لعمليات التشغيل وبنسبه اقل لعمليات التشكيل زي الكاستنج سواء الانجكشن مولدنج والاديتيف مانيفاكتشرنج اللي هو 3 دي برينتنج، وفي التشغيل الخراطه او التفريز. المهم بتعرف بقى ازاي هتتم العمليه دي وهتاخد وقت قد ايه، وده حتى من قبل ما تبدا تصرف فلوس وتكتشف غلط في وسط الشغل. فنقدر نقول ان هدفها الاساسي هو انشاء محاكاه حقيقيه لعمليه التصنيع بشكل اسرع، بحيث تقدر تلاقي المسار اللي تطلع بيه بابعاد اكتر دقة وتقلل من هدر الماتيريال ومن استهلاك الطاقة، فتوصل لنوع ومادة الأداة المناسبة للعملية اللي هتشتغل عليها والسرعة ومقدار التغذية المطلوبة، وكل المتغيرات طبعا المرتبطة سواء بعملية التشغيل أو التشكيل. ومن مبدأ الوصول لأفضل كفاءة لعملية التصنيع فتم برضو برمجة الآلات باستخدام لغة الميكانيات الثنائية الزيرو والواحد، وده فتح مجالات هندسية زي مجال الكمبيوتر نيوميريكال كنترول أو المعروف بالCNC، وهي انك تحول التصميم لكود عبارة عن اوامر بتتضمن الفيتشرز بالابعاد واللي تقدر الماكينة تفهمها وتنقل الاوامر دي لدرايفرات المواتير فتحرك التول والتيبل بشكل دقيق جدا وبدون اي اخطاء. الحاجات دي ساهمت في تطور مجال الروبوتكس بشكل عبقري جدا، ادى ان بعض المصانع نسبة التصنيع الآلي فيها توصل ل 100% بديل للعامل البشري، واللي كان وارد طبعا نسبة الخطأ فيها تكون كبيرة، واقتصر دور الانسان على متابعة العملية والتأكد من انها تتم بشكل سليم. اما بالنسبة للربط ما بين مرحلة التصميم بالتصنيع فهي تكمن في نوع الملفات واللي بتتحدد على حسب نوع عملية التصنيع اللي هتتم، واللي منها نوع ممكن نقول عليه كاد برضه واللي هو الكمبيوتر ايدد درافتنج. لفترة كبيرة جدا احنا مكناش نقدر نصنع الا بملفات الشيت دروينج زي عمليات السباكة واللحام حدادة قص تاني خراطة تفريز تقب، كانت وما زالت رسومات ال2D كفيلة انها توضح المطلوب للعامل اللي هينفذ، واللي بتكون عبارة عن خطوط وكيرفات بتبين الابعاد وشكل المنتج، ولكن التنفيذ كان مانوال. اما بالنسبة لماكينات الCNC زي الليزر والبلازما والراوتر فانت بتستخرج ملف الكاد بصيغة الDFX وتنقله للماكينة وتديها الماتيريال وهي بدورها تقوم بعملية التصنيع. ونفس الكلام في مكان ال 3D برينتنج، بتنقل ملف الموديل بصيغة ال STL الطبعة وهي تطبع.
كان الاول لو جزء مطلوب يتعامل على مخرطه او فريزه CNC كنا بنضطر نكتب الجي كود اللي بنحدد بيه البوزيشن كوماندز والام كود للاوبريشنز، انما دلوقتي في طرق بتحولها اوتوماتيك، ده ما كناش نقدر نوصل له غير بالرياضيات. خلي بالك انه غير عمليه اتمته التصنيع، فالحكايه دي طورت عمليات التصنيع نفسها، في حته انه كان صعب زمان تنتج اجزاء دقيقه وصغيره جدا او اسطح فيها منحنيات معقده بالسيرفيس رافنس اللي وصلنا له دلوقتي، وده اللي بنسميه التكنولوجيا. احيانا بتسمع في مجال ما مثلا انه ليه ما نعملش كذا، فيقول لك والله التكنولوجيا المتوفره حاليا لا تسمح، انما دلوقتي تقريبا مفيش حاجه مستحيله تقريبا، عشان انا ما اقدرش اكدب عليك، انا راجل كوريكتو. طب هل بقى الحكايه تقف عند التصميم والتصنيع بس؟ لا طبعا، المنظومه الصناعيه لها جوانب تانية زي التخطيط والاداره، وفي برامج بالفعل خاصه بمجال البرودكت داتا مانجمنت واللي بتتضمن اداره بيانات المنتج كمواصفات فنيه ومواصفات التصنيع بالتكاليف وكل حاجه تمس المنتج، عشان بكده تكون دي كلها على بعضها منظومه متكامله اتاحت ليك كل الادوات اللي بقيت تقدر تتحكم بيها في اداره اللايف سايكل للمنتج بتاعك. بلس انه بالرياضيات برضو بالنسبه للاداره والتخطيط قدرنا نفهم وندرس السوق بشكل اكثر دقه، نعرف المفروض ننتج ايه السنه دي وحتى السنه الجايه، هل المفروض نتوسع ولا لا، ولو هنفتح مكان جديد فهيكون فين وامتى وازاي. كل ده بيتم بالفعل من خلال حسابات رياضيه معروفه زيها زي كل المراحل اللي اتكلمنا عنها، ولكن الفكره هنا بقى انه ماذا لو وازاي استخدم الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس في هندسه عمليه الانتاج والتصميم الميكانيكي. ده لو حابين باذن الله يكون لنا لقاء مره تانية بخصوص الموضوع ده. دي في الاوكي، الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. المهم عشان ما اطولش عليكم، اللي شفتوه ده امثله لا تذكر عن اهميه الرياضيات في تبسيط مجال الهندسه الميكانيكيه اللي هو اصلا مجال دوره حل المشكلات، فما بالك بقى باللي يحل له مشكلته. فعشان تقدر تطور في علم الهندسه لازم تكون فاهم رياضه كويس، واللي نقدر نستنبطه برضو من الفيديو ده هو ان مجال الرياضيات التطبيقيه كبير جدا والابتكار فيه ملوش حدود، ووسيله للربط ما بين الرياضه البحته والتخصص العلمي، ومش في الهندسه الميكانيكيه بس انما في باقي الفروع الهندسه واي مجال سواء في الاقتصاد والطب والجيولوجيا وغيرها. نكتفي بهذا القدر حاليا واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا كلمت فوق 30,000 نفر من عيلتي عشان يشوفوا الفيديو.